النهاردة الفيلم بتاعنا اسمه جوست جراديويشن واللي تم إصداره سنة 2012. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تدوس لايك، ولو انت جديد معانا اعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. بيبدأ الفيلم مع ولد اسمه موديستو، واللي بنعرف عنه انه طالب في مدرسة وبيكون عنده إمكانية انه يشوف الأشباح اللي حواليه بكل سهولة. ولما كان واقف في حفلة في المدرسة بتاعته بنشوف واحدة كانت بتبصله بصات غريبة وبتقرب منه وبيبدأ انه يرقص معاها. والغريب ان محدش غيره في المدرسة كان شايف البنت دي، واللي بنكتشفه بعد كده انها شبح مش واحدة حقيقية. وعشان كده كل اللي في الحفلة كانوا مستغربين وفضلوا يضحكوا عليه وعلى تصرفاته اللي كان بيعملها مع الهوا. وبعد الموقف المحرج ده بنشوف موديستو لما كبر وبيكون شغال مدرس في مدرسة، وراح عشان يشوف دكتور نفسي عشان يحكي له على الاشخاص اللي هو بيشوفهم. وساعتها الدكتور قال له انه ياخد ادوية وشوية مهدئات عشان يبطل يشوف الهلاوس الغريبة دي. وبعد ما بيخرج من عند الدكتور بيشوف واحد بيعدي الطريق بسرعة وكان فاكر انه انسان عادي والعربية هتخبطه، بس بعد كده بيعرف انه شبح وما حصلوش حاجة لما اتخبط. وكمان الطلاب كانت بتشوف تصرفاته غريبة جدا وبيفتكروا انه شخص مجنون، وعشان كده كانوا بيتنمروا عليه. وساعتها كان بيتنقل من مدرسة لمدرسة تانية عشان يعرف يستقر في مدرسة ويرتاح فيها. وبعدها بيتنقل وبيروح لمدرسة في وسط المدينة والمديرة بتاعتها بيكون اسمها تينا. وبنعرف ان المدرسة دي على طول بيحصل فيها حاجات غريبة والمدرسين بيقولوا ان فيها اشباح، وبيوصل الوضع انهم بينتحروا من اللي بيحصل لهم. فما بالك بقى لما موديستو بنفسه يشتغل فيها؟ يعني يا زين ما اختاروا فعلا. المديرة تينا على طول بتعرف المدرسين الجداد باللي بيحصل في المدرسة بحيث يكون عندهم خلفية وما يتفاجئوش باللي بيحصل. ومن ضمن المدرسين دول بيكون في مدرس اسمه اوتاجي، وكانوا عايزين في فترة الصيف والاجازة انهم يخلصوا المدرسة من الحاجات الغريبة دي. بيروح موديستو عشان يقدم في المدرسة، وكان باين من السي في بتاعه انه مدرس شاطر جدا وكان عنده امكانيات كتير وخبراته كويسة. وساعتها تينا بتوافق وبتعينه في المدرسة على طول. فبيروح موديستو بعد كده عشان يعرف الفصل اللي هيدرس فيه، وبيمشي في المدرسة وبيكون متوتر جدا وبيسأل واحدة من الطلاب عن مكان الفصل اللي هو عايز يروحه، فبتبصله ومش بترد عليه. فبيسيبها وبيسأل ولد تاني والولد بيوصف له مكان الفصل اللي هو عايزه، وبيمشي موديستو على وصف الولد اللي قاله عليه. بس بعد كده موديستو بيكتشف ان الولد كان بيسخر منه وبيضحك عليه لما بيلاقي نفسه في مكان استحالة حد يكون بيدخله. وبالرغم من كده فضل يمشي لحد ما وصل للدور العلوي، وكان باين ان المكان ده مهجور ومش مناسب للتدريس اصلا. المكان بيكون متبهدل وكله كراكيب. وهناك موديستو شاف مجموعة من الطلاب اللي كانوا بيعملوا حاجات غريبة في المكان ده وفضلوا يبصوا له بصات مش مفهومة، وكانوا بيحاولوا انهم يخوفوه بس هو بيستغرب من تصرفاتهم ومش بيخاف من حاجة. وبعدها جت البنت اللي سألها على الفصل قبل كده، واول ما شافته صوتت على طول عشان عرفت ساعتها انه قادر يشوفهم. فطلع يجري موديستو واخد الدواء اللي الدكتور كاتبه له، وبيروح بعدها بسرعة للمديرة وبيبدأ يحكي لها عن اللي حصل. وبنعرف بعدها انهم 5 طلاب كانوا موجودين في المدرسة دي من زمان، وفي سنة 1986 حصلت حادثة كبيرة في المدرسة وماتوا خلاص، بس أشباحهم بتفضل موجودة في المدرسة. وبتتصدم المديرة لما بتعرف انه قادر يشوف الطلاب دول عادي. موديستو بيخاف بعدها وبيسيبها ويمشي لانه بيكون مش طايق اللي بيحصل معاه في حياته وما عندوش استعداد يواجه كل المشاكل دي، خصوصا في الوقت ده. بيطلع يجري من المدرسة والأشباح كانت بتحاول تخرج وراه بس معرفوش انهم يخرجوا من باب المدرسة. بعدها موديستو بيهدى وبيقرر يرجع للمدرسة تاني، وتينا بتطلب انها تتكلم معاه عشان بتكون عايزة تعرف هو شاف ايه بالظبط. وبنعرف ان كان في بنت بتيجي بالليل المدرسة في السر مع مجموعة من الطلاب صحابها وبيتجمعوا عشان يلعبوا لعبة ويجا، وكانوا بيلعبوا اللعبة دي عشان يعرفوا يتواصلوا مع الأشباح. وساعتها الأشباح كانت موافقة انها تلعب مع الطلاب دول. ووقتها واحد من الأشباح اللي بيكون اسمه جورج وكان على طول بيخوفهم بس كان معجب بالبنت اللي كانت بتعمل اللعبة. المديرة بعدها بتطلب من موديستو انه يساعدها ويحاول يخرج الأشباح دي من المدرسة، وبتقول له انها واثقة انه هيقدر يعمل كده على عكس اي حد تاني اشتغل هنا بسبب قدرته الغريبة انه يقدر يشوف ويتكلم مع الأشباح دول. وتاني يوم بيطلع موديستو للمكان اللي فيه الأشباح وبيقرر انه يتعرف عليهم، وبيبدأ بالبنت اللي شافها امبارح وبنعرف ان اسمها أنجيلا وبتكون بتحب الموسيقى وقراية الكتب جدا، وكمان طول عمرها كان نفسها تبقى في فريق الموسيقى وتغني. ولما عملت كده زمان وبدأت انها تغني كل اللي في المدرسة سمعوا صوت مخيف وما كانش ينفع انه يبقى صوت غنى ابدا. وساعتها الطلاب اللي في المدرسة اترعبت وطلعت تجري. وتاني واحد اسمه بينك فلويد وده طول عمره بيحب الحفلات والخمرة وبيحب يشرب كتير لحد ما بيحصل له مشاكل. التالت اسمه جورج وده بيبقى شايف نفسه شوية بس بيكون بيحب البنت اللي بتلعب ويجا. الرابع ده اسمه داني وده يعتبر الشجاع الوحيد اللي فيهم وبيكون طبيعي شوية ومش مؤذي. الخامسة والأخيرة اسمها ماريفي وبتكون حامل من واحد كان مجنون وكان
وكان الكل مش مصدق انها حامل لحد ما كشفوا عليها واتأكدوا. وبتكون الاشباح دي مش عارفة تخرج من المدرسة، وعشان كده بيفضلوا يعملوا حاجات غريبة في الطلاب والمدرسين. بعدها موديستو بيقول لهم بما انكم اشباح فده معناه انكم ميتين، وعشان كده انتوا لازم ترجعوا للمكان الطبيعي اللي المفروض تبقوا فيه وما تبقوش موجودين في المدرسة هنا. ماريفي ساعتها بتسأله تفتكر ايه اللي مخلينا مش عارفين نخرج من المدرسة دي ونعيش في المكان الطبيعي اللي انت بتقول عليه؟ قال لهم انتوا المفروض تتخرجوا من المدرسة وتنجحوا في الامتحانات زي اي طالب موجود هنا، وعشان كده قال لهم انا هبقى المدرس بتاعكم وهساعدكم انكم تنجحوا في الامتحانات وتخرجوا من المدرسة وترجعوا مكانكم. وساعتها الاشباح بيوافقوا على اقتراح موديستو اللي كان بيدرس لهم كل يوم، وبيهتم جدا انهم يركزوا في المذاكرة عشان يخرجوا من هنا. موديستو بعدها بيروح لتينا وبيحكي لها على اللي هو ناوي يعمله مع الطلاب الاشباح دول، وقال لها نجرب يمكن المدرسة تتخلص من الحاجات الغريبة اللي بتحصل لها، وبكده نبقى قدرنا نحسن السمعة اللي متاخدة عنها. وساعتها تينا بتبقى خايفة ان سمعة المدرسة تتضر اكتر لو ما نجحوش، وبالتالي هي هتتضر باللي هيحصل. موديستو بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش، وانه واثق انهم لو نجحوا هيقدروا يخرجوا من المدرسة بكل سهولة، وساعتها كل حاجة هترجع زي زمان. وهنا بدأوا يقربوا من بعض اكتر، وكان باين انها هتبدأ قصة حب ما بينهم. والاشباح كانوا شايفين اللي بيحصل وشغلوا ساعتها موسيقى عشان يعملوا جو شاعري. بيجي وقت الامتحان بعدها وبنشوف موديستو بيديهم ورق الإجابة عشان يمتحنوا، وكان باين عليهم انهم عارفين يحلوا الامتحان. حتى بينك اللي بيكون مش عارف اي حاجة كان بيحاول يغش منهم وبيجاوب على كل الأسئلة، وبالرغم من ان نتائجهم في الامتحان كانت قليلة لكنها كانت تأهلهم انهم يتخرجوا من المدرسة. بس اللي حصل ان محدش فيهم اتخرج، وبيتصدموا لما بيعرفوا وبيكونوا متضايقين جدا، وبيقرروا ساعتها انهم يستمروا في مضايقة الطلاب والمدرسين تاني ويعملوا كوارث في المدرسة بتسبب الفزع لكل اللي موجودين. موديستو بيقول لهم بعد كده انا مش بضحك عليكم، وانكم لو اتخرجتم من هنا هتعرفوا انكم تسيبوا المدرسة، بس اهم حاجة ما يكونش حد فيكم مخبي حاجة عن التاني، وتحاولوا تكونوا صريحين مع بعض. ساعتها بيعترف داني وقال لهم ان هو اللي عمل الحريقة هنا من 20 سنة، وبكده بيكون هو اللي تسبب في موتهم كلهم. وبيقول لهم ان ما كانش قصده ان كل ده يحصل وكان متضايق جدا. بنعرف بعدها ان موديستو بيكون مهدد انه يترفد من المدرسة عشان فشل انه يخرج الاشباح دي من هنا. ساعتها بتروح المديرة تينا عشان تتكلم مع الاشباح بنفسها وتحاول تترجاهم يساعدوها باي حاجة بدل ما المدرسة تتقفل خالص. تاني يوم بيجي ناس من الادارة عشان يزوروا المدرسة، وكانت تينا ساعتها خايفة وقلقانة ان تحصل مشاكل في اليوم ده. ولما اوتاجي بيشوف موديستو موجود بيتعصب وبياخدها على جنب وبيقول لها احنا مش قلنا ان المدرس ده ما يجيش هنا تاني، وده شخص مجنون وبيخرف ومفيش حد في الدنيا يعرف انه يتكلم مع الاشباح او حتى انه يشوفهم. وعشان يثبت له موديستو ان كلامه صح خلى الاشباح ترمي عليه كور من فوق المبنى، وساعتها اوتاجي بيكون محرج جدا. وماريفي بعدها بتعترف انها بتكون حامل منه، بس طبعا اوتاجي كان بينكر كل اللي بيتقال وبيهرب من كلام موديستو وبيسيبه ويمشي. لما بتبدأ الحفلة الموسيقية في المدرسة بيتكلم موديستو مع أنجيلا وبيقول لها ان عنده فكرة هتخليها تحقق حلمها وتغني، وهي انها تلبس البنت دي وتغني مكانها. وبتعمل أنجيلا كده فعلا وصوتها بيعجب كل الناس اللي في القاعة، وحققت حلمها اخيرا انها تغني. والناس اللي جايين من الإدارة كانوا مبسوطين جدا، بس اوتاجي كان حاسس ان في حاجة غريبة بتحصل وبيقرر انه يطلع على المسرح عشان يتكلم ويفضحهم. لكن داني على طول بيلبس اوتاجي وخلاه يقول اي كلام ويبان انه تافه قدامهم، لحد ما بتطلع دينا وبتنزله من على المسرح. وبعد الحفلة كل الاشباح بيتجمعوا مع بعض، وداني بيروح عشان يعتذر لهم على اللي حصل منه زمان، وبيقولوا له انهم مسامحينه خصوصا بعد اللي عمله النهارده على المسرح، اللي بيأكد انه بقى انسان كويس وعايز مصلحتهم. اما البنت اللي جورج كان بيحبها كان الكلام اللي اتقال على المسرح ضايقها، عشان كده قررت انها تنتحر. بس جورج بيجري عليها بسرعة عشان يلحقها، وقدر ساعتها انه يتواصل معاها ويكلمها. وبعد ما فاقت لقت موديستو هو اللي قدامها، وبكده قدر جورج انه يعبر عن اللي جواه ليها. اما بينكي اللي كان نفسه في حفلة يكون فيها كل الحاجات اللي بيحبها بيفاجئوه كلهم بالحفلة دي وبيحقق حلمه. وبكده كل واحد من الاشباح قدر انه يحقق امنية من امنياته، منهم اللي اعترف بغلطته واللي غنت براحتها واللي احتفل واللي انقذ حبيبته واللي اعترفت على غلطاتها. وبتكون دي اهم حاجة هتساعد الاشباح انهم يخرجوا من المدرسة. وكمان موديستو بيعرف انه يقرب من تينا تاني ويكون معاها، وساعتها الاشباح بتمسك في ايد بعض وبيظهر نور كبير من وسطهم وبياخدهم وبيختفوا خالص من المدرسة. وكل ده بيكون بفضل موديستو واللي عمله، وبيخلص الفيلم بتاعنا على كده.